من هو المحب لله؟ الإمام الجنيد حدد 14 علامة تكشف الحقيقة للمحب لله، اللي هتخليك تعيد النظر من تاني في كل حاجة ما بينك وبين الله. خلينا نسمع وصف الإمام الجنيد للمحب لله، وفي آخر الفيديو هتحس مش كأنك بتسمع مجرد كلام، ده وصف محب عرف ربه ففاض قلبه بحقيقة المحبة لله. يلا بينا نبدأ. بسم الله. سئل الإمام الجنيد رحمه الله: من هو المحب لله؟ فطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائما بأداء حقه ناظرا إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصفاء شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أسطار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. يا رب اجعلنا من المحبين الصادقين. لو شايف المحتوى اللي انا بقدمه لك بيفيدك وتحب تشوف كل جديد، اشترك في القناة ولايك الفيديو وشاركنا برأيك في التعليقات. ايه اكتر صفة تعكس حبك لله؟